تخيل إنك تصحى كل يوم وعقلك مش بيفكر في حاجة غير حاجة واحدة بس، لوحة لازم تخلصها، لحن لازم تكتبه، عرض لازم يطلع مثالي. حياتك، أكلك، نومك، علاقاتك، كل حاجة بتتحول لظل ورا الهدف ده. في اللحظة دي أقدر أقولك إنك بقيت عيسوي. أنا فنان بوهيمي. الهوس مش قرار، هو بيبدأ كلحظة صغيرة، شرارة، فكرة صغيرة مش قادرة تسيبك في حالك، ومع الوقت بيتحول لشيء أكبر منك وأكبر من قدرتك على التوقف. السينما كانت أذكى شاهد على النوع ده من البشر. أفلام قليلة قدرت تدخل جوه دماغ الفنان وتحكي لنا القصة من قلب الفوضى اللي بتدور في دماغه. في الفيديو ده خلينا نمشي الرحلة. هنبدأ من أول شرارة الهوس، لحظة البداية اللي كل حاجة بعدها بتتغير، ونشوف ازاي الهوس ده بيكبر لحد ما يبلع حياة الفنان بالكامل. هنشوف لحظة الانكسار ولحظة النهاية، اللحظة اللي بيبان فيها إذا كان الهوس ده هو اللي خلاه خالد ولا هو اللي أنهى الحكاية كلها. السؤال بقى، أنت لو كنت مكانهم كنت هتسيب النار دي تكمل جواك ولا كنت هتطفيها قبل ما تاكلك؟ عمر الهوس ما بيبدأ بانفجار، دايما تلاقي كده الموضوع كله متلخص في لحظة صغيرة قوي، حاجة تعدي قدامك وتسيب علامة جواك، علامة صغيرة بتعلم عليك، علامة عمرك ما هتعرف تنساها، هتفضل دايما فاكرها وهتفضل دايما تبص لورا وتقول هنا كل حاجة اتغيرت. في ويبلش الشرارة دي مش مشهد بطولي، مجرد شاب قاعد في قاعة تدريب فاضية بيتمرن عادي، الباب يتفتح وبيدخل الراجل اللي بعد كده هيبقى أستاذه، وسؤال بسيط. Then why did you stop playing? بداية من اللحظة دي أندرو مش هيبطل يلعب أبدا. فأماديوس الشرارة ما كانتش لحظة إلهام، هي كانت أقرب لضربة في الكرامة. سالييري بيسمع لحن لموتسارت لأول مرة ويحس إن كل سنين تعبه مجرد لعب عيال. ده مش لحن عادي، دي موسيقى كأنها جاية من السماء. This was no composition by a performing monkey. This was a music I'd never heard. It seemed to me that I was hearing a voice of God. طب وأنا اتمرنت كتير جدا وذاكرت أكتر، كل ده ولا حاجة عشان بس الكون قرر يدي لموتسارت موهبة أفضل مني. اللحظة دي بتزرع جواك شبح العبقرية اللي هيطاردك طول حياتك. أما بلاك سوان الشرارة فيها شكل تاني خالص. نينا طول عمرها ماشية على سطر الكمال، تحسب كل خطوة وكل نفس، لكن لما حست إن الدور اللي بتحلم بيه ممكن يروح لحد تاني، الكمال بقى مسألة حياة أو موت. الشرارة هنا مش حب، الشرارة هنا خوف، والخوف بيخلي الهوس يشتعل أسرع من أي حلم. الموضوع دايما بيبدأ كده، كلمة، نظرة، موقف، مشهد صغير، لكن اللحظة دي مهما كانت بسيطة هي البذرة اللي بيطلع منها كل الجنون اللي جاي بعد كده. قبلها انت شخص عنده حلم، بعدها انت يا قاتل يا مقتول. زي سالييري قدامه طريقين، يا هيعيش طول عمره ويحقد على موتسارت، يا هيتشجع كده ويقوم يطص وشه بشوية مية وينتحر. وهنا لابد من قرار، او يعني مش قرار قوي. بص هقولك، يوم ورا يوم تلاقي نفسك مش بترجع البيت بدري، مش بترد على المكالمات، بتنسى تاكل، وتبدأ تحسب وقتك مش بالأيام لكن بالبروفات وبالبراجرافات اللي خلصتها، باللوحات اللي قربت تخلص. كام سيناريو خلصته السنة دي؟ كام حلقة صورتها؟ كم فيديو منتجته؟ الفيلم راح كام مهرجان؟ العرض كسب كام جايزة؟ في بلاك سوان نينا كانت طول عمرها بتتمرن بجدية بس على العادي يعني، لكن لما الدور الرئيسي بقى قدامها ايديها ورجليها بقت تتحرك حتى وهي في المطبخ، بتصحى من النوم على خطوات راقصة وبتنام وهي بتحلم بالمشهد النهائي. جسمها بدأ يتهالك لكن عقلها مش سامح لها توقف. مفيش فرق بين الاستوديو وبين اوضتها، بين استاذها وبين المراية اللي بتبص لها وتطلب منها تكون احسن. في ويبلاش اندرو بيقطع اي خيط ممكن يشتته، بيبعد عن صحابه، بيفسخ علاقته، وحتى اهله ما بقوش يشوفوه. Because I want to be great. And you're not. I want to be one of the greats. And I would stop you from doing that. Yeah. بيقفل على نفسه ومعاه الدرامز ويتمرن لحد ما ايده تنزف. الدم هنا مش حادثة، هو علامة على انك بتتجاوز حدودك وانك مستعد تدفع الثمن. كل دقة على الطبل مش بس تدريب، دي طلقة في سباق مع الوقت.
عشان يوصل للقمة قبل أي حد تاني. بيردمان بيقدم شكل مختلف من التفرغ. ريجان الممثل اللي الناس فاكرينه بس من شخصية بطل خارق قديم كان عملها زمان، بيرمي نفسه في مشروع مسرحي واحد، بيبيع كل حاجة تقريبا، بيجازف بفلوسه، ويدخل في معارك مع الممثلين والنقاد وحتى مع نفسه. المسرحية مش بس عمل فني، دي فرصة لغسل سمعته، لإثبات إنه لسه عنده اللي يقدمه وما انتهاش. كل حاجة في حياته بتتجمع حوالين ليلة افتتاح العرض، كأنها معركة حياة أو موت. أما في تار التفرغ بياخد شكل هادي أكتر لكن توكسيك أكتر. ليديا تسيطر على كل لحظة من يومها، كل حركة محسوبة، كل قرار مرتبط بالموسيقى، وبصورتها كقائدة أوركسترا. حتى علاقاتها الشخصية بتتحول لأدوات في مشروعها الفني. هو مش تفرغ بمعنى التفرغ، هو شبه الاحتلال، احتلال كامل بيفرضه المشروع الفني على حياة الفنان. التفرغ الكامل مش رومانسية زي ما الأفلام أو البوسترات أحيانا بتحاول تبيعه. مفيش الجو بتاع صور الأبيض وأسود لفنان قاعد لوحده قدام آلة موسيقية وسط ضوء خافت. الحقيقة أقرب للحرب. كل يوم أنت بتقاتل نفسك وجسمك ووقتك وحتى الناس اللي بتحبك. المنطق بيقولك خد بالك من صحتك، خلي بالك من علاقاتك، لكن الهوس بيرد انسى نفسك، انسى العالم وركز هنا. من اللحظة دي حياتك بتبقى معبد. المعبد ده مبني حوالين العمل اللي بتحلم تكمله. حيطانه مصنوعة من القلق وسقفه من التوقعات، وانت طول الوقت عايش فيه. في الأول بيبقى إحساس جميل، انت جوه المكان اللي حلمت بيه، لكن مع الوقت المعبد بيبقى سجن. وساعتها السؤال مش بيبقى هل هنخلص العمل، السؤال هو لما تخلصه تلاقي نفسك لسه موجود أصلا. التفرغ الكامل لأي مشروع فني بيكون في الأول طاقة ودافع عظيم جدا، إحساس بإنك ماشي في طريق واضح، لكن بعد فترة الطريق ده بيبدأ يضيق والمسافة بينك وبين الحيطان بتقل لحد ما بتخنقك. الضغط دايما بيكون في التفاصيل الصغيرة، مواعيد لازم تلحقها، تمرينات لازم تتكرر، أخطاء ما ينفعش تتكرر. مع الوقت التفاصيل دي بتكبر قوي في خيالك، بتبقى كل حاجة في حياتك حرفيا. في ويبلاش أندرو بيكتشف إن المدرب مش بيدور على الأداء المثالي، هو بيدور على الكسر، على اللحظة اللي تنهار فيها وتقوم أقوى. أندرو بينهار كتير بحوادث، بنزيف، حتى بحادثة العربية في الطريق للبروفا. المشهد ده مش بس صدمة، هو اختصار لفكرة ان الضغط احيانا مش بيوقفك لكنه بيكسر جزء منك كل مرة. في بلاك سوان الضغط بيبقى داخلي وخارجي في نفس الوقت. نينا مش بس بتحارب المديرة او زميلتها المنافسة، هي بتحارب صورتها عن نفسها. كل مرة تبص في المراية بتشوف حد تاني بيحاول ياخد مكانها بالتدريج. الحدود بين الحقيقة والوهم بتبدأ تدوب لحد ما المشاهد الأخيرة تبقى عبارة عن هلاوس وانعكاسات بتجري وراها في الكواليس. كان عقلها نفسه قرر يختبرها ويضغط عليها أكتر من أي مخرج. في طار الضغط بياخد شكل توكسيك أكتر لكن برضه هادي أكتر. الفضايح، الانتقادات، التساؤلات الأخلاقية كلها بتبدأ تتجمع زي غيوم سودة في السماء. هي مش بتنهار فجأة لكن كلها بتتجمع زي غيوم سودة في السماء. مش بس بتنهار فجأة لكن بيتها بيتاكل من جوه، كأنها واقفة على خشبة مسرح، الأرض تحتها بتتشق بس الجمهور مش شايف ده. أما بيردمان فالضغط هناك عبارة عن دوامة مستمرة بين النجاح والفشل، بين الإيجو والرغبة في التقدير. ريجان بيعيش أيام قبل العرض وكأنها اختبار نهائي. كل كلمة من الناقدة I'm going to turn in the worst review anybody has ever read. And I'm going to close your play. كل مشكلة تقنية، كل لحظة شك تضربه زي رصاص. وصوت شخصية بيردمان في دماغه بيزيد، بيضغط، بيقوله انه هيخسر كل حاجة لو فشل. في أماديوس الضغط مش من العمل نفسه لكن من المقارنة. سالييري بيشوف موهبة موتسارت النقية ويتحول الضغط لجحيم غيرة وحقد. وهنا الانهيار ما بيجيش على شكل صرخة أو دموع، بيجي على شكل خيانة هادية، ابتسامة سامة وخطة تنهي اللعبة. الضغط والانهيار مش لحظة واحدة، هو تراكم يوم ورا يوم، غلطة صغيرة فوق التانية، همسة شك من هنا وكلمة نقد من هناك، ومع كل طبقة زيادة بتحس انك بتخسر جزء من نفسك لحد ما تيجي اللحظة اللي اما تنفجر فيها او تتلاشى. المشهد الاخير من المرحلة دي لازم يحسسك انك وصلت للنقطة اللي مفيش بعدها رجوع. العيون حمراء، النفس متقطع، والايد بتترعش. السؤال هنا ما بقاش هل هينجح، الأهم دلوقتي هل ممكن يخرج من ده سليم. بعد الضغط والانهيار بيفضل قدام الفنان طريقين، يا إما يلاقي مخرج يا إما يغرق أكتر. لكن المخرج هنا مش دايما انتصار، أحيانا السقوط للهوية بيكون هو الطريق الوحيد اللي يحرره. في ويبلاش اللحظة الحاسمة بتيجي على المسرح. أندرو بيتعرض للإهانة قدام الجمهور. Yeah, I guess maybe you don't
الموقف اللي ممكن يكسر اي شخص لكنه يختار ما ينسحبش. بيبدأ يعزف مش بإذن المدرب لكن بإذن من نفسه. كل ده الطبل في المشهد ده بتحسسك انه بيستعيد السيطرة على حياته حتى لو كانت حياته دي هي الفن نفسه. الجمهور بيسقف، المدرب بيبتسم لأول مرة لكن ابتسامة غامضة. هل دي لحظة انتصار ولا لحظة تحول أندرو للوحش اللي بيهرب منه؟ في بلاك سوان نينا بتوصل للعرض الكبير، الرقص بيكون كامل مثالي لكنها بتدرك انها دفعت ثمنه بجسدها وعقلها لما بتقول الجملة دي مش بس عن الرقصة لكنها عن النهاية الكاملة لدورة حياتها كفنانة. الكمال هنا مش مكافأة بل تضحية نهائية. في بيردمان النهاية بتبقى غامضة، ريجان بيقفز حرفيا وكأن اللحظة دي هي خلاصه من كل الأوزان اللي شالها. هل طار؟ هل سقط؟ هل اتسحل في مسرحية جديدة؟ الفيلم ما جاوبش لأنه يمكن ما يهمش، المهم إنه اختار يخرج من الدوامة دي بالطريقة اللي حس بيها إنها ملكه حتى لو كانت النهاية. أما في طار التحول بيكون أشبه بالمنفى، من قمة الأوركسترا في برلين لقاعة صغيرة في بلد غريب. بالنسبة للبعض دي نهاية مخزية لكن في لحظة معينة وإيدها بتمسك العصاية من جديد بيبقى في لمعة هدوء في عينها. يمكن بتشوف التحرر الحقيقي في إنك تبدأ من الصفر من غير قيود الصورة اللي رسمها عنك الناس. وفي أماديوس النهاية مش للموسيقار الشاب اللي مات لكن للراجل اللي عاش بعده. سالييري بيتحول رسميا لأكتر ميديوكر في التاريخ. الغيرة اتجمدت جوه قلبه وبقت جزء منه. النهايات دي مش بتقول إن الهوس دايما بيكسب أو بيخسر، يمكن بتحذرك لو مشيت في طريق الإبداع بأقصى سرعة خليك متأكد إن في لحظة هتوصل فيها لآخر الخط. اللحظة دي ممكن تكون بداية جديدة أو قفزة في الفراغ أو نظرة هادية من كرسي فاضي. الفن العظيم ساعات فعلا بيجي من ناس قدروا يوازنوا بين الحلم والحياة. دي حدوتة يا ريت كل فنان يعيشها، لكن هي مش أكتر حدوتة مثيرة للاهتمام في الحكايات اللي بنحبها أكتر. الفن بيجي من ناس معرفوش يعملوا التوازن ده أبدا. يمكن عشان كده إحنا بنفتكرهم، مش بس عشان أعمالهم لكن عشان رحلتهم نفسها. إن حد يتفاعل مع النفس البشرية بالدرجة دي من العمق ويتجنن حكاية مثيرة للاهتمام أكتر بكتير من إنه يكون نجيب محفوظي الطابع كده. في البداية سألنا هل الهوس هو اللي بيخلي الفن خالد ولا هو المقبرة اللي بتدفن الفنان جواه؟ بعد كل الحكايات دي لو مصر ما تجربش بنفسك فيمكن الإجابة أبسط وأقصى في نفس الوقت. الهوس هو الاتنين. الفنان المهووس مش بيعيش نص حياة، بيعيش حياة كاملة محشورة في لحظة واحدة وحاجات تانية كتير بتتبني عليها. ولما اللحظة دي تخلص بيخلص معاها كل شيء، لكن لحسن الحظ الفن بيكمل. يمكن عشان كده بنرجع نتفرج على حكايات الفنانين دول ونتأمل في قصة موتسارت مثلا أو مأساة بيتهوفن ونحاول نشوف العالم من عيون فان جوخ أو نتجنن زي دالي ونتمرد زي شاهين وغيرهم كتير. مش بس عشان الجمال اللي في الأعمال دي وحكايات صناعهم الشخصية لكن عشان نختبر من بعيد بأمان اللحظة اللي احنا نفسنا مش متأكدين لو كنا هنقدر نعيشها ولا لا. المهم ان مهما بالغ جنونك الفني اوعى تطلع اسكندرية صد رد.